يا هلا وسهلا فيكم. حياكم الله في الجزء الثاني من الدقة. والدقة هي النقلة التي تربط أحجار الخصم أو أفضل النقل. شوفوا معاي هالوضعيات. شوفوا معاي هالوضعية. راح يتم في أفضل النقل للأصفر وللأسود، وفي كل الأحوال الشوط قايم، على أساس إذا صار معاك مثل الوضعية ما تجازف وتقبل بالقايم. كش سدها كش يفتح وياه. بالحالة في الخيار الأول مثلا قصها، ساق، قال له كش، يجاب له. راح نشوف بعدين إذا ساق الحجر بس بيها الخيار، فنشوف لو يجاب له. طبعا انكشه راح يسوق وراح يصير دام بدامه. الحالة نفرض لعبة هني مجبور يقول لك كش قبل لا يصعد ويموتها عليه، مجبور يسوق الأصفر. دامه أفضل نقلة يلعبها إلى الإي. ليش؟ لأن إذا ساق عنده عطية يعطيه 2 وياخذ 3. فالحالة يحط شيخه بالراس يسوق. طبعا من الخطورة إذا ساق من ال H4 إلى H5، لأنه راح يكشه ويأذيه وعنده مقص هني. فالأسلم والأفضل ينقل من H4 إلى G4. بهالحالة أفضل نقلة للأسود، أساس إذا صار معك مثل الوضع يقص وياه قبل لا تطلع هذه. إن طلعت ما أقدر أقص وياه، راح يرد على شيخ الخصم. إن قال لك كش راح يكشها، يلعب يمين ما منه فايدة، ينزل بشيخه يسوق الأصفر، يقول له كش، مجبور يفتح كش. انساق أكل 2 ب2 والوضع قايم. شوفوا معي الخيار الثاني. المرة ما يقص، يفتح هذه، جاب له. قصها. طبعا لو يسوق تبين ان الدقة واضحة عند الأصفر. بالحالة ما يقدر يرجع، قال له كش قص وياه. للوهلة الأولى كأن الشوط للأصفر، إلا أن الشوط بالنهاية قايم. دامه. شوف الخيار الثالث كش
قص وياه. كش. كش 2. كش 2. وهكذا يستمر الوضع ويصبح تعادل. الخيار الرابع قص وياه. ساق. كش. قصها. كش. شكهم. فوق. دامه. والوضع قائم. الوضعية الثانية نشوف فيها أفضل النقل. يسوق هو بعد. يقول له كش. يفتح. كش. يسوق. ياكل. شيخ. يقول فوق. إذا قال لك كش راح يفتح. إن عبر يقص شيخه. طيب، فأفضل نقلة للأسود يقول لك كش هني. ليش؟ على أمل إنه يفتح راح يعطيه واحدة وواحدة وياخذ الحطب كله. بالحالة أفضل نقلة للأصفر يقول دامه. بعدها إذا طلع فوق راح يخسر، راح يعطيه واحدة وواحدة وياخذهم كلهم. ما تجازف، أحسن حل بأنك تسلم الدامة وتاخذ القايم. فوق وياه. دامه. دامه. نشوف الخيار الثاني. طبعا واضح أن الدقة عند الأسود إذا لعب هني راح يسوق عليه، لكن بهالحالة الأفضل للأصفر يسوق. دامه. يقول دامه حتى لو أعطيه واحدة واحدة
راح يصير شيخ مقابل حجر قايم. لاحظوا معي هذه الوضعية. طبعا إذا كانت النقلة للأصفر فأفضل نقلة أنه يربط الحجرين كش. في الحالة إذا قص الأصفر راح يصير العدد فردي 3 ب3 والنقلة للأسود، فمو من صالح الأصفر يقص الحين. ليش؟ لأنه إذا قص وياه النقلة للأسود وعند العدد فردي فراح تكون هذه الدقة عنده. في الحالة راح يخسر الأصفر. طبعا نقلة الأصفر هذه أربكت الأسود. راح نشوف بعدين بدل لا يلعب هالنقلة أو لاعب هالنقلة، طبعا هذا نقلة راح تكون غير مدروسة وتؤدي إلى خسارة الأسود. حتى في هذه النقلة وضع الأصفر أفضل من الأسود. طبعا انكشه راح يسوق دامة بدامة، ما يقدر يسوق. لعب هني مجبور الأسود يكشه يطلع بهذه. دامة دامة يلعب هالنقلة على أساس يعطي 2 ب3. يسوق هذه يفتح يعطي 1 ب1 قبل لا يطلع بهالحجر. كش كش انساق قايد. خيار ثاني هذه النقلة طبعا غير مدروسة ونقلة ضعيفة وتشكل خطر حقيقي على الأسود. طبعا إذا هني راح يربط الحطب الأصفر، ما عنده الأسود بهالحالة إلا أنه يعطي 1 ويقول لك إيش. لو يرجع له بيقول لك إيش، ما منها فايدة، يخليه روح اطلع شيخ بشيخ. والأصفر عنده حجر زود. دامة دامة يقص. كل ما يقلل أحجار الخصم تقل خطورته. يطلع بالإتش. شوفوا معي هذه النقلة ما يقدر يلعب هالنقلة، راح ياكل بالحجر ما راح ياكل بالدامة، ولا يقدر يطلع راح يقص دامته. الحالة ينقل هالنقلة يسوق كش دامة. نقلة الأسود نقلة ذكية، بحيث أنه لو الأبيض يقص دامة الخصم راح يعلق وراها الحطبة كش كش
قايم الشوط. نقلة الأصفر هذه راح تخلي الأسود يسلم الشوط. وصلنا معاكم إلى نهاية المقطع، نلقاكم بإذن الله في الجزء الثالث من الدقة. مع السلامة.